أصعب وهم إنك فاكر إنك ممكن تكون بره رحمة ربنا. خليني أسألك بصراحة، أنت لما بتقول الرحمن الرحيم في بسم الله الرحمن الرحيم بتحس بإيه؟ ولا بتعدي كده؟ إحنا تقريبا كلنا عارفين إن ربنا رحيم، بس قليل قوي اللي عايش المعنى ده. يمكن جواك إحساس كده، أنا مش كفاية، أنا مقصر، أنا متأخر، أنا مش زي ما المفروض أكون. ويمكن الإحساس ده بيكبر بالذات كل ما بتغلط، كل ما بتقع، كل ما بتبعد عن ربنا، لحد ما يوصل لحاجة أخطر وأوحش بكتير، إنك تحس إنك بره رحمة ربنا. بس تعالى كده، هو فعلا ينفع نكون بره رحمة ربنا؟ لما ربنا يقول الرحمن الرحيم، الرحمن دي من الرحمة والرحيم دي من الرحمة، طب كده في تكرار؟ لا، ده مش تكرار. نمسكها واحدة واحدة كده. الرحمن دي رحمة مش مخصوصة لحد، دي لكل الناس، حتى اللي مش مؤمن، حتى اللي بعيد، حتى اللي ناسي ربنا خالص. رحمة واسعة مغطية كل حاجة. يعني كده انت صحيت النهاردة، ده مش عادي، دي رحمة. انت بتتنفس كده من غير ما بتاخد بالك، دي رحمة. في حاجات كان ممكن تحصل مش كويسة ليك وما حصلتش، دي رحمة. مواقف عدت من غير ما تتفضح، دي رحمة. حد وقف جنبك حتى لو صدفة، دي رحمة. خليني أقولها لك كده، انت جوه رحمة ربنا حتى وانت مش حاسس. ولا يوم في حياتك دي كلها كنت بره رحمة ربنا، ولا حتى في أسوأ لحظة ليك. طيب، ونيجي للرحيم بقى، دي بقى حاجة تانية خالص. دي رحمة قريبة، دافية، إحساسها مختلف، مش بس حواليك، لأ، دي جواك. طب بتحصل إزاي؟ مثلا تبقى تايه ومش عارف تعمل إيه، وفجأة تيجي آية أو كلمة أو فكرة تحس إن هي جايلك أنت. تبقى مهموم جدا مثلا ومحدش حاسس بيك، وفجأة حد يكلمك في الوقت اللي أنت محتاجه بالضبط. ممكن مثلا تغلط ومحدش يشوفك، لكن قلبك يوجعك وتحس إنك عايز ترجع. ولا مثلا ممكن تقوم تصلي ركعتين بس وتخلص وتحس بهدوء وسكينة. دي مش رحمة عامة، دي رحمة ليك أنت مخصوص. كأن ربنا بيقولك أنا مش بس برحمك من بعيد، أنا قريب، أنا قريب قوي منك. طيب ليه بقى الرحمن الرحيم مع بعض؟ ليه في بسم الله الرحمن الرحيم ما قالش بسم الله الرحمن، أو ما قالش بسم الله الرحيم؟ ليه الاتنين؟ عشان نفهم حاجة مهمة قوي، إن أنت اوريدي في رحمة ربنا، بس في رحمة تانية مستنياك تقرب. بس خليني أسألك سؤال، إحنا ليه مش حاسين بكده؟ عشان مشغولين، ولا مستعجلين، ولا قاسين على نفسنا، ولا جوه كل واحد فينا فكرة أنا مش كويس كفاية، فبنقفل الباب بنفسنا ونقول مش حاسس؟ بس الحقيقة الرحمة موجودة، بس إحنا مش بنقف نشوفها. بس في نقطة أهم يمكن تهزك شوية، إحنا أوقات فاهمين الرحمة غلط، فاكرين إنها راحة، سهولة، كل حاجة بتمشي زي ما إحنا عايزين. لأ، مش كل رحمة شكلها مريح. في حاجات حصلت لك على فكرة قبل كده، وجعتك، كسرتك، لخبطتك، وقتها قلت فين الرحمة؟ بس بعد فترة اتضح ان ده كان احسن حاجة حصلت لك. يبقى دي كانت ايه؟ كانت رحمة، بس انت اللي ما كنتش شايفها. عشان كده الرحمن الرحيم مرتبطة بالحكيم. يعني ايه؟ يعني مفيش حاجة بتحصل في حياتك دي كلها الا وراها رحمة، حتى لو مش باينة دلوقتي. خليني اقول لك حاجة تانية برضو مهمة جدا، انت مش هتدخل الجنة بشغلك ولا بصلاتك ولا بمحاولاتك، كل ده مش تمن. ده بس بتقول فيه يا رب انا بحاول، لكن الدخول برحمته هو، مش بعملك. طيب لو الرحمة بقى كده دي حقيقة وحواليك في كل حتة وقريبة منك، ليه لسه بتبعد؟ ليه مستني تبقى مثالي؟ ليه بتجلد نفسك اكتر ما ربنا بيرحمك؟ يمكن كل اللي محتاجه مش انك تتغير الاول، يمكن كل اللي محتاجه انك تقرب، حتى لو مقصر، متلخبط،
مش حاسس، مش فاهم، قرب، قرب وشوف. لأن يمكن المشكلة مش إن ربنا مش بيرحمك، هي أكيد المشكلة إن أنت اللي لسه ما شفتش الرحمة كويس. لو صدقت إن ربنا رحمن رحيم بجد هتحبه أكتر، وهتطمن، وهتثق، وهترحم اللي حواليك. هتشوف الدنيا بعين تانية خالص، مش لأن حياتك هتبقى سهلة، لأ، لكن لأنك عرفت إنك طول الوقت جوه رحمة. عايزة أسألك سؤال، أنت آخر مرة بصيت على حياتك وشفت فيها رحمة ربنا بوضوح كانت إمتى؟ خد نفس كده وركز، الرحمة دي ممكن تكون أقرب مما أنت فاكر. ودلوقتي هسيبكم مع الرحمن الرحيم، سيبوها تعيش جواكم شوية وعيشوا معاها، يمكن معناها عندك يكون مختلف شوية، أعمق شوية، وأقرب لقلبك. مستنياكم نرجع نقرب تاني في الحلقة الجاية حين يكلمني القرآن.